النهارده بقى جايبالك حاجه مختلفه بعيده عن المعجنات والكيكات. قلنا نغير بقى ونعمل حاجه كده سهله، وهي الرز بلبن. ويطلع معاكي زي ما انت شايفه كده ما شاء الله كريمي وكده، حاجه بسيطه وسهله. والسر في مكون واحد بس. كملي معايا بس الفيديو الاخر وهتعرفي ايه السر ده اللي هيخليه معاكي احسن من المطاعم كمان. يلا مع بعض على طول نبدا ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله مكوناته سهله وبسيطه ومش هتاخد معاكي وقت وموفر وعلى قد ايدك باذن الله، ويعجب اسرتك ان شاء الله. اول حاجه هنا معايا كوبايه رز. انا هنا نقعتها حوالي ساعه عشان تساعد معايا على السوا على طول وما تاخدش وقت زي ما انت شايفه كده. وهنا بقى هقولك ايه السر بقى اللي انا بحطه بيديني طعم كريمي زي المحلات بالظبط، اللي هو الكريمه. سواء كريمه خام او كريمه مسكره زي ما تحبي. هجيب منها معلقتين بس، ومعايا معلقتين نشا وكيسين خميره وكيلو اللبن. وهنا كيلو اللبن بظبط السكر بتاعه وهو كده، يعني بتحكم فيه زي ما انا عايزه. والسكر ده بيبقى بتاعك انتي، عايزاه كتير عايزاه شويه حسب ما انتي عايزه. اول حاجه بقى ايه؟ طبعا الرز زي ما احنا قلنا هو منقوع بقاله ساعة بس. طبعا هعمل ايه؟ هجيب حلة فاضية واحط حوالي كوباية مية سخنة. واحط الرز فيه زي ما انت شايفه دلوقتي كده. ادي معايا حله فاضيه اهي. كنت مسخنه كوبايه ميه في الكتل. هنزلها وانزل الرز اللي انا كنت نقعاه فيه. كنت نقعاه في الميه، مصفياه من الميه. هنزله في الميه اللي هي بتغلي دي لحد ما تغلي خالص والرز يتشرب الميه دي، وكده يبقى خلاص اكتمل سواه. وابدا بقى احط باقي المكونات. كملي بس معايا الفيديو الاخر ان شاء الله يعجبك. ولو انت لسه جديده معايا في القناه وما تعرفنيش، انا رانيا ودي قناتي بقدم فيها وصفات سهله وبسيطه وعلى قد الايد، وتسمح لاي ميزانيه بيت. ولو انتي لسه جديده ما تنسيش بقى تعملي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو معايا في القناه ما تنسيش تقولي رايك في الكومنتات وتعملي لي لايك. هنا بقى هو زي ما انتي شايفه الميه كلها اتشربت، الرز شربها وكده خلاص استوى. هنزل بقى زي ما احنا قلنا بالكيلو اللبن. وطبعا زي ما انا قلت اللبن ده انا مظبطه السكر بتاعه، والسكر ده اختياري بتتحكمي فيه زي ما انت عايزه. عايزاه كتير عايزاه شويه دي بتاعتك انت. طبعا السكر هنا دايب وكل حاجه. نزلنا باللبن اهو. هنسيبه بقى يغلي غلوتين كده ونقلب تقليبه حلوه عشان لو في سكر او اي حاجه ما تقلبش، كله يدوب مع بعضه زي ما انت شايفه كده. طبعا بقى هنا بقى هو خلاص. انا بقولك هنا هسيبه لسه شويه لانه لسه برضو ايه، هو طبعا كان استوى في الميه بس لازم اسيبه يغلي غلوتين في اللبن كده عشان ايه؟ ياخد من اللبن وكده. في المرحله دي بقى في الوقت ده انا بكون مجهزه معايا زي ما احنا قلنا دول معلقتين الكريمه. هجهزهم كده. هاخد معلقتين نشا احطهم في طبق الاول فاضي، واجيب النشا اخد برضو منهم معلقتين اهو. دول الكريمه زي ما بقولك. ده بقى السر اللي انا عايزاكي تعرفيه وتعمليه وان شاء الله هيطلع معاكي احسن من المطاعم بالظبط. هناخد بقى هنا معلقتين نشا نحطهم طبعا على المعلقتين الكريمه. تمام. خليكي معايا بس وهتشوفي كل تفصيله دلوقتي هقولك عليها. اهوت بقلب بقى النشا بالكريمه كويس. وهجيب حوالي معلقتين او 3 كده ميه، واقلبهم كويس بالنشا كده والكريمه لحد ما يختلطوا مع بعض اهو. اقلب كويس كده. تلاقيهم كده سمكهم يعني ادوا قوام تقيل كده شويه وناعم كده وحلو اهو زي ما انتي شايفه. بعد ما اخلطهم مع بعض كده هركنهم على جنب لحد ما ايه اللبن يغلي كويس مع الرز اهو. واما اللبن يغلي بقى كده، انا طبعا كنت قايله في المكونات ان انا معايا ايه؟ كيسين فانيليا. هجيبهم بقى وانزل كده. انا ما حبتش احطهم في الاول ليه؟ علشان ريحه الفانيليا ما تطيرش مني وما يبقاش ريحته ايه الفانيليا فيه مش شديده، انما اما تحطيه في الاخر كده الفانيليا بتبقى معاكي ريحتها قويه يعني. هنا بقى اقلب كويس اهو. واللبن هنا كان بدأ يغلي بقى هو زي ما انتوا شايفين، والرز خلاص استوى وده اهو. ده القوام الرز اللي انا عايزاه. هنزل بقى في المرحله دي ايه اهو. هنا بقى بالمعلقتين الكريمه على المعلقتين النشا بشويه ميه قلبناهم مع بعض ادونا الكريمه اللي انت شايفاها دي. انزل بقى كده ايد تنزل وايد تقلب علشان ما يتقلش مني وايه ويشيط تحت في ارضيه الحل اهو. همسك بالايد التانية هنزل كده. وطبعا هنا في المرحله دي انا بوطي البوتاجاز خالص اهو. بنزل بالطبق كده واقلب بالمعلقه.
هنزل كده واقلب بالمعلقه تقلبتين كويس كده وخلاص، بيبقى ما شاء الله السمك بتاعه تمام ومفيش اي حاجه وبيبقى جميل جدا. وطبعا ما تسيبوش يتقل منك قوي على النار، ليه؟ لان هو بعد ما بيبرد بيتقل اكتر، فهيتقل معاكي اكتر، هيطلع معاكي حتت كده مش زي المطاعم كده تجيبيه كده المحلات بيبقى معاكي كريمي، لا، لو تقلتيه قوي على البوتاجاز هيبرد معاكي، هيبقى تقيل قوي. فاحنا هنا بقى خلاص، انا هنا اديته تقلبتين كويس كده عشان اقلب الكريمه والنشا اللي انا نزلته. هنا خلاص اهوت ما شاء الله السمك بتاعه بقى تمام. هبدأ دلوقتي اطلع لك بالمعلقه كده اوريكي اهو. المرحله دي خلاص انا اكتفيت كده بسواه اهو. هوريكي دلوقتي، هجيب حبة لبن من على الوش كده واوريكي السمك بتاعه اهوت زي ما ايوه شايفة، ده القوام المطلوب بقى في المرحلة دي. بقى انا كنت ايه، طفيت البوتاجاز وببقى دلوقتي بقى ايه مجهزة الاطباق معايا عشان اغرفه على طول، ما تسيبهوش في الحلة لحد ما يبرد تقولي ما يبرد بغرفه، لا مش هتعرفي تتحكمي فيه لانه بيتقل بالظبط. النشا دي بتمسك معانا بتربط معانا فبيخليه يتقل معانا. فانا هنا طلعته على طول من على النار اهو، ومحضره معايا الاطباق. طبعا هما دول 6 اطباق بس، خدت كمان اطباق تانية. وما شاء الله الكميه اللي هتشوفوها معايا دلوقتي دي من كوبايه الرز اللي انا حطيتها قدامكم اهو. شايفه القوام بتاعه هو كده، ما تقوليش كده لا ده ميه وكده خفيف وبتاع، لا خالص، ده القوام المطلوب اللي بيبقى كويس. اول ما بيبرد بقى ويهدى كده بيطلع معاكي بقى زي ما انا وريتهولك في الاول كده كريمي وطعمه جميل اهو. ولو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلي الجرس وتقولي لي رايك في الكومنتات كده وتشجعيني بلايك حلو من ايدك كده. وتابعوني في وصفات جديده وبرضه على قد الايد وسهله وبسيطه. شايفه بقى ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، دي الكميه اللي طلعت معايا من كوبايه الرز، قسما بالله دي كوبايه رز، ما زودت ولا قللت. شايفه ما شاء الله عملت معايا كميه محترمه، يعني 10 اطباق ما شاء الله. شايفه هو هنا كان لسه سخن، اول ما بيهدى قوامه بيبقى مظبوط وجميل. وحابه بقى تحطي على وشه جوز الهند مفيش مشكله، حابه تسيبيه كده برضو مفيش مشكله، يعني التزيين بتاعك ده التزيين بتاعك انتي تمام اهو. عمل معاكي يعني شوفي زي الفل ما شاء الله عليه. شايفه القوام هنا بعد ما هدي شويه، شايفه اهو. انا بقى عايزه اوصلك كده اقول يعني اما تطفي عليه في الاول زي ما وريتهولك على النار كده، اما يهدى كده ويطلع بقى بيبقى بالقوام ده، انما اما ياخد وقته قوي على النار بيتقل معاكي جامد تمام. واهو بألف هنا وشفا. وان شاء الله تعمليه واولادك يحبوه يطلبوه منك على طول. حاجه كده دافيه، ممكن تسقعيه وتحطيه في التلاجة وتاكليه ساقع، ممكن تاكليه سخن كده زي ما تحبي اهو. ما شاء الله حاجه كده زي الفل جميله. وطبعا في الشتاء الواحد بيبقى محتاج ياكل حاجات بالليل او كده، دي حاجه ممكن تاخديها بالليل كده، حاجه كده جميله اهو. هنا كنت بجيبهولك من قريب ومن بعيد اهي، دي الكميه كلها اهيت ما شاء الله. تنسينيش بقى في اللايك وتقولي لي رايك في الكومنتات، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، واستنوني في وصفه جديده، واشوفكم على خير ومع السلامه.